السلام عليكم، شلونك؟ شلونك؟ تخيل بيوم من الايام واحد يدز لك فيديو تشوفه تلقى نفسك قاعد ترقص بالفيديو وانت ما راقص. وات؟ فانت هنا راح تقول لهم لا هذا مو اني بحياتي ما راقص. يدزوا لك فيديو ثاني، تفتح الفيديو تشوف روحك قاعد تحكي بالفيديو تقول ايه اني ارقص واحب ارقص بصوتك بشكلك بملابسك ببيتك. وات؟ هنا ايش راح تسوي؟ ايش راح تسوي؟ راح تقول شلون؟ راح يجيك علي شاكر بكل بساطة يقول لك هوب لا تخاف، ترى هذا ذكاء اصطناعي. راح تقول لي شنو الذكاء الاصطناعي؟ اليوم الفيديو حماس، شريد منك تروح تجيب لك عصير وتفتح عينك زين وتصيح امك وابوك يباعون هذا الفيديو لان هذا الفيديو ضروري تشوفوه لابوكم وامكم. راح تقول لي ليش؟ هسه تعرف ليش. شوف عيني، الذكاء الاصطناعي يسوي لك شغله اساسا ما موجوده بس هي حقيقيه، تشوفها حقيقيه. راح تقول لي شلون؟ سهله. تعرفون هذا الممثل؟ هذا الممثل منو؟ هذا الممثل اسمه ليوناردو دي كابريو اللي هو مثل فيلم تايتانيك. عموما انا ما اريد احكي لك قصة حياته. انت تدري هذا الممثل راح اخليه يصور وياي مشهد. تخيل هذا الممثل اللي ينطوه فلوس بالملايين حتى يصور فيلم، راح اجيبه يصور وياي مشهد ببلاش. تخيل. ما تصدقني مو؟ تعال بسم الله الرحمن الرحيم راح اشوفكم مشهد صغير صورته اني وسرمد سابقا، صديقي سرمد. جاهزين تشوفوه؟ 1 2 3. هذا مو هذا البيت هذا؟ نوفل ايش بيك نوفل؟ مو صار لي ساعتين اسولف لك بالطريق نوفل. هي هذا. زين. تعرف هذا على شنو نايم؟ على شنو نايم؟ على البيت نوفل لا تمتمت نوفل، مو بعدنا بالبداية. نوفل هذا نايم على كنز، على ورث. ابغى على فراش. طبعا مثل ما شفتوا هذا فيديو اني وصديقي سرمد راح اسوي الحركة السحرية. 1 2 3. تعالوا خلينا نشوف هسه الفيديو. هذا مو هذا البيت هذا؟ نوفل ايش بيك نوفل؟ مو صار لي ساعتين اسولف لك بالطريق نوفل. هي هذا. زين. شوف. تعرف هذا على شنو نايم؟ على شنو نايم؟ على البيت نوفل لا تمتمت نوفل، مو بعدنا بالبداية. نوفل هذا نايم على كنز، على ورث. ابغى على فراش. هذا جاك ليوناردو دي كابريو دي يصور وياي مشهد. انت بس شوف لي وين وصلنا. اخلي لك كريستيانو رونالدو بمكان صديقي طه. تعال شوف هذا الفيديو. لك علاوي ايش قاعد تسوي؟ قاعد تشرب بيبسي؟ ايه هذا هو الفيديو بيني وبين صديقي طه. راح اخلي لك صديقي طه ينقلب كريستيانو رونالدو. تفضل. لك علاوي ايش قاعد تسوي؟ قاعد تشرب بيبسي؟ ايه. ايش كم قوطية تشرب باليوم؟ تقريبا 3 مرات. بيش تشتري قوطية؟ 500. صار لك ايش قد تشرب هالته؟ طبعا اذا تلاحظون انه وجه كريستيانو رونالدو مراهم على الراس، صح؟ لانه اصلا راس صديقي طه ما يشبه راس كريستيانو رونالدو، بس لو نجيب شخص جسمه ودورة راسه تشبه راس كريستيانو رونالدو كان طلع كريستيانو رونالدو. فالخلل هنا مو بالذكاء الاصطناعي، لا الخلل بطه صديقي. بس انت قاعد تلاحظ لي وين وصل العلم؟ سبحان الله. على فكرة هذا الشيء ممكن يأثر علينا احنا كبشر، خصوصا احنا المجتمعات الشرقية. لهذا السبب قلت لك جيب امك وابوك خلي يشوفون الفيديو حتى يتعلمون وما يوقعون بهيك شيء، لانه ممكن انه بكل سهولة يوصل لك فيديو الشخص انت تعرفه على اساس دا يسوي فلان شغلة بس هو اصلا ما مسويها. فما اريدك تنخدع وتركز كل الزين. هذا الفيديو انا قاعد اوعيكم على شغلة بالمستقبل راح تصير شيء سهل وبسيط. فتتخيل احنا وين قاعد نوصل. تخيل حجي، تخيل حجية يجيك فيديو تقولين بيه سعلوسة. تخيلي حجية، بس تخيلي لي وين وصلنا حجية. انتوا عبالكم لهنا وبس؟ لا هاي ما يقعد رسالة يدز، رسالة يدز، دزها كاملة. شلونك؟ انت وين؟ تجي نروح للقهوة دزها كلها سوا يا اخي. فنرجع لموضوعنا. بعدكم
ما شايفين شي. راح تقول ايش راح تشوفنا؟ انا اقول لك ايش راح اشوفك. تشوفون هذا المربع؟ شنو هذا المربع؟ هذا المربع يشتغل على الذكاء الاصطناعي. راح تقول لي شو يسوي هذا المربع؟ هذا المربع شكتب بيه يسوي لي. تخيل هذا المربع خليت له صور إلي، وراح أخليه يسوي لي صور إلي بالشغلات اللي أنا أريدها. يعني مثلا أنا عاجبني يصير عندي صورة إلي أنا ولابس بدلة. إيش راح أكتب له؟ راح أكتب له اصنع صورة لي وأنا أرتدي بدلة، وأقول له اصنع. ننتظر شوية، بوم، سوالي صورتي أنا ولابس بدلة. تشوفون؟ حتى غير لي تسريحة شعري. طبعا حتى تسريحة الشعر اقدر اقول له سوي لي اياه فلان شكل. ما عجبني الرباط اقول له سوي لي اياه برتقالي. براحتي، اني انسان براحتي. ما عجبتني هاي البدلة راح اقول له وانا ارتدي بدلة انيقة، ونقول له اصنع، بوم، وكان يغير لي البدلة. تعالوا خلينا نصعبها علي اكثر. يعني مثلا اريد رقبتي بالصورة تبين طويلة، راح اكتب له صورة لي مع رقبة طويلة، اصنع. اخ ايش ليش صابغ شعري برتقالي؟ برتقالي صباح رقبتي شواب سواها صدق طويله. ليش مزين لحيتي منها؟ ليش؟ هو سواها عشوائيا لان بس حددت له، قلت له رقبه طويله، ما اعطيته تفاصيل اكثر، فسوى رقبتي طويله ومهتم بالباقي التفاصيل. تعالوا خلينا نصعبها عليه اكثر ونعطيه تفاصيل هواي. ايش راح اكتب له؟ راح اكتب له صوره لي مع عضلات، اريد يصير عندي عضلات، واقرع وبعد شو احط لنفسي سيف، اوكي، مع سيف بالصحراء، في الصحراء، ونقول له اصنع. وات؟ شو؟ شوف يا عيال، شوف السيف واقرع. بهالعضلات يا عيال، وصدق نفس ما طلبت الصحراء وراي. شوفوا هاي صحراء على اساس واقرع وفتشي. صورة لي وانا شرير في فيلم، اصنع. العب شوف فتشي. شباب عاجبني اصير قرصان. صورة لي وانا قرصان، اصنع. هوبا لك شوف علي شاكر، هو هيبة انا قرصان هيبة. شوف السفينة الوراية، بس شوف حتى اسناني مسويين صفر، لان القراصنة دائما اسنانهم صفر. بالافلام شايفيهم. جاك سبارو مو علي شاكر. فتشي. شو رايكم شباب؟ شاركوا وكتبوني بالتعليقات. صورة لي على البحر مع قميص ابيض، اريد اشوف نفسي على البحر انا لابس قميص ابيض. سواني يا عيال. صورتي على بوستر فيلم اكشن. خل اطيفة شي صعب يسويه. صورتي على بوستر فيلم اكشن اسمه التوأم. هلا شوف ايش راح يسوي. صورتي ببوستر فيلم اكشن اسمه التوأم، اصنع. دبرها لو ما تدبرها ها. وات؟ شوفوا سواني شخصيتين، انه الشخصيتين تحسوها تختلف عن بعض. هذا الفوق تحسوه انه هو مدير اعمال، وهذا الشخص بالسجن لابس ملابس مال سجن وهيجي. يعني تشوفون توأم. شنو هذا بطل؟ هذا شنو هذا؟ دافتهم. فتشي. ليش اعطيته التوأم؟ قلت هذا ما راح يسوي شيء، يعني شو يثبت انه هذا الفيلم عن توأم؟ بس باع فتشي. شباب اريد لي صورة انا وقاعد بالطيارة، صورتي في طائرتي الخاصة. محمد رمضان احسن مني، عداني هم اريد يصير عنده طيارة، اصنع. العب لك شو قاعد بالطيارة الخاصة. شو شنو حبيبي؟ شنو هاي؟ شنو الاناقة؟ شنو هاي طيارتك الخاصة؟ نعم شباب، وهاي الشغلات راح تتطور بالمستقبل. تخيل تصير اكثر دقة. تقول اصلا ما يحتاج بعد بالمستقبل تاخذ صورة والتعب، لو بس تكتب يسوي لك صورة، ما يحتاج بعد شباب. حتى الكاميرا راح تنقرض. ليش ما تدري الكاميرا راح تنقرض؟ لانه حتى انت تقدر تسوي لك فيديوهات. انت وقاعد بالبيت تريد لك فيديو تركض بيه بغابة، تقدر تصمم لك فيديو تركض بيه بغابة وتسوي قصة وفيلم وتجيب ممثلين
يشبهوك او ما يشبهوك، وتصنع لك فيلم انت وهيك متمدد بالبيت تشرب عصير. بس انت تخيل، وعبالك مو واصلين لهذا الشيء، لا واصلين هوايه افلام اجنبيه استخدموا بيها ممثلين هم اصلا ما موجودين بالفيلم، دخلوهم بالفيلم ويحجون بصوتهم وبشكلهم وبحركاتهم، هم اصلا ما ممثلين الفيلم. تخيل يجيبوا لك واحد كان يمثل بالخمسينات هسه عنده فيلم حصري، فيلم جديد منزل بالسينمات وهو اصلا ما موجود. انت بس تخيل وين وصل الذكاء الاصطناعي والبشر، وين وصلوا. سبحان الله، علم الانسان ما لم يعلم. عبالك لهنا وانتهت؟ لا، هذا المربع اللي قدامك مو بس يسوي لك صور لنفسك، لا، هذا ممكن يرسم لك اي شيء انت تريده، اي شيء بالك تحتاج للوحة او صورة يسوي لك اياها. ما تصدق؟ تعال انا وياك نجرب. راح اكتب له ارسم لي لوحة فيها نهر وكوخ وسط الغابة. اصنع. اوبا، شوف يا عيال، شوف الابداع. نهر، كوخ بنص الغابة مثل ما طلبت بالضبط. بس ما طلبت شنو هاي المرة هجية قاعدة هنا؟ شنو هاي؟ شنو هذا؟ زنجاب هذا؟ ما اعرف شنو هذا، بس حلوة. شي على شي تحطها بالبيت فشي. نصعبها عليه اكثر. ارسم لي لوحة فيها نهر وكوخ وسط الغابة. خلي نضيف له مع الغيوم. اريد اكو غيوم باللوحة. شلون راح يضبطها ما اعرف. اصنع لك. هلا باع الجمال، بس باع الغيوم، سوالي غيوم بنص غابة، نهر وكوخ بنص غابة مع الغيوم. تلاحظ فهمك بالحرف بالنص. حلو هاي اللوحة. شوف شباب، هاي اللوحة مو موجودة بس عندك انت اللي كتبتها وعندي اللي انا كتبتها. هو صنعها خصيصا الك، يعني ما تلقاها لا بالجوجل، ما تلقاها باي مكان. هو صنعها، صممها، رسمها الك. بعدك ما شايف شيء. اصبر بابا، اصبري عيني. ارسم لي ارنب ياكل بطيخ. بطيخ يعني رقي، هذا الاحمر، تمام؟ بس هو بالفصحى اسمه بطيخ، ما انا اكتب له بالفصحى حتى يفتهمني. اصنع. هوبا. شوف ارنب مع البطيخ اللي ورا شكبورها بابا. بس بدي ياكل، ما اريد ياكل، اريدك تسوي ده يقرط رقي. رسام بارع شباب، باع الدقة. ترى الدقة لا بأس بيها، حرفيا الدقة كلش حلوة. ارسم لي انسان العصر الحجري، انسان بالعصر الحجري، تمام؟ داخل كهف يشاهد التلفاز. تخيل انسان عايش بالعصر الحجري قاعد بكيف يباوع تلفزيون. تسويها لو ما تسويها؟ اصنع. مو منطقي يا شباب. شنو هاي؟ شو بايش دي يباوع؟ هذا انسان قاعد على قنفه ودي يباوع على العصر الحجري. بدي يباوع شيء يعني حديث. طبعا بهذا الزمن وين اكو مسلسلات؟ اكيد اذا عنده تلفزيون فما راح يطلع له غير بس برامج عن العصر الحجري. ارسم انسان العصر الحجري داخل كهف يأكل البيتزا. اصنع. شنو هاي؟ شو صدق سواها. شو البيتزا غير بينها رهيبة، كلها جبن. شنو الصلصة الحمراء فتشي. ارسم لي خشم كبير يلعب ملاكمة. اصنع. وات؟ شو سواه صدق؟ خشم يلعب ملاكمة. شي وسلاح شو شقاقية، شو رسمها باحترافية. حرفيا هذا اسوي لي صفحة مال رسم انزل بهاي اللوحات. فتشي يعني فتشي شباب. انت تقدر تصير رسام هسه انت وقاعد بالبيت مخيخك شي يفكر ينزل لك. ارسم لي مركبة فضائية تهبط على الارض. هل هناك كائنات فضائية؟ هل تعتقد بوجود الكائنات الفضائية؟ اكتب لي بالتعليقات. اصنع. باوع. شوف هذول الفضائيين من يحتلونه. شوف ايش دي ينزلون. هاي شنو هاي؟ بلغم هذا؟ شنو هاي؟ هذول شنو هذا؟ حزنان، هذا زعلان، يعني هذا عاف هذا وراح. يعني اعتقد هاي حبيبة هذا، فهي قالت له انت ليش تخوني ويا الكائن الفضائي الثاني؟ قال لا ما خنتك. روح بعد حاجيني. صحيح شباب، هم ليش دائما يتصورون الكائنات الفضائية متطورين دائما وعندهم اسلحة وعندهم احدث الاشياء والمركبات؟ ليش يعني متخيلين الكائنات الفضائية هاي ان صح وجودها، هاي اذا كانت موجودة، يعني ليش اصلا معتبريهم متطورين؟ يجوز احنا متطورين اكثر منهم. يعني مثلا باوع ارسم لي كائن فضائي في العصر الحجري.
اصنع. خل اشوفك. تفضل. تفضل. نعم هذول الكائنات الفضائيه بالعصر الحجري هيك كانوا شباب، هم متطورين. اي نعم هم يعني يقعدون بكهوف وهاي يعني مثلنا بالضبط. احنا شلون كنا احنا بالعصر الحجري نقعد بكهوف؟ اشمعنى هم متطورين؟ يعني هم انولدوا متطورين؟ ما دافتهم. هذا كان فضائي بالعصر الحجري. نعم نعم نعم. لا تشعبالكم ليش بتصوريهم متطورين اكثر من عندنا؟ يعني هاي اذا كانوا موجودين اصلا. هذا هو. شوف اللوحه شو الرهيبه الرسمها. اسمع تفضل تفضل. شوف الذكاء الاصطناعي شوف ايش يسوي. شوف ايش يلعب لعب الذكاء الاصطناعي. باع ارسم لي سبايدر مان يلعب كرة قدم. شوف سبايدر مان يلعب كرة قدم. شوف فتشي. ارسم لي سمكة تجلس على كرسي. تخيل راح يتقبل هذا. واو شاهد سمكة تجلس على كرسي. شاهد. لا خل اصعبها اكثر. ارسم لي سمكة تجلس على كرسي وتشاهد التلفاز. شوف السمكة. شوف ده تشوف مسلسلها الجديد بس ما قاعدة على كرسي، هاي قاعدة على طرف القنفة. لا قمت تخربط ويانا. بس شفت انت تخيل عندك قصة تريد تجيب لها صور، انت مؤلف قصة خيالية فتحتاج صور هي اصلا ما موجودة بعالم النت، واذا كانت موجودة فتحتاج انت تصممها وتجيب سمكة وتجيب كرسي وتتعب. فتخيل انت بس تكتب له سمكة قاعدة على كرسي ده تباوع فيلم. شوف لي وين وصلنا. تبغى قاعد تتخيل انت عندك مجلة تريد تطبعها وتحتاج بيها صورة سمكة قاعدة على حافة القنفة ده تباوع تلفزيون. نعم طلبك موجود. تفضل ارسم لي كريستيانو يلعب في برشلونة. تخيل. شوف رسم لك كريستيانو ببرشلونة. شنو هذا الثاني؟ هذا كأنه ميسي بس على ظهره ايش مكتوب؟ شنو؟ رونتولو. ادري هذا مو ميسي ورقم 1. هذا راس ميسي اعرفه بس هذا حصريا كريستيانو رونالدو ينتقل الى برشلونة حصريا. هذا خبر حصري طلع مني نشروها وين مواقع كورة. ارسم لي قلم عملاق وسط الشارع. اريد اشوف صورة قلم عملاق يجي بنص شارع يجي تخيلت انا عندي قصة اسمها قصة القلم العملاق. بهاي القصة القلم يحزن ويزعل من المقطاطة ويطلع بنص الشارع بالمطر يوقف يجي القلم. اصنع. شنو هاي سواها صدق؟ قلم عملاق فتشي يا عيال. انا منبهر. انتوا بس فهمون. انتوا ما قاعد تنبهرون الافكار اللي اني دا اتخيلها. دي يرسم شكو فكره بمخي. الذكاء الاصطناعي. تفضل ارسم لي طماطم تتشمس في الصحراء. طماطه قاعد تتشمس. طماطه بس شلون رهمها ما اعرف. تعال انا اعلمك اليوم الا صعبها عليك. ارسم لي طماطم تتشمس في الصحراء في الليل. اريد اشوف شو راح يدمج تتشمس بالصحراء بالليل. شو راح يخلي الليل شمس؟ ما اعرف بس اصنع. وات؟ شو سواها؟ الدنيا الليل بس اكو شمس. بس هناك شوف هناك الليل زوم ليل صارت ترجع لي ورا شمن طماطه. المهم بده يسوي لك طماطه تتشمس شلون ما تتخيل يسوي لك. عاجبني احط صورة اسد بالبيت مالتي. ارسم لي اسد بالمستقبل. هيبة اوبا باوع الهيبة. باوع اسد ابن المستقبل لانه على اساس بالمستقبل حاطنا يازك وباوع من الناس الباروكه مالته هنا. انت بس تخيل هاي اللوحة ما موجودة بالنت كله. ما موجودة. هاي غلاف مال فيلم بوستر. هذا انت تدري الذكاء الاصطناعي تقدر حتى تسجل بيه فيديوهات مو بصوتك. راح تقول لي شلون؟ يعني مثلا عزيزتي المشاهدة انت رجلك يغار عليك وتحبين تسوين قناة على اليوتيوب، فرحتي لزوجك قلتي له انا اريد اسوي قناة مال طبخ. ها يعني تحكين انا ما احب زوجتي يطلع صوتها باليوتيوب. غار العينتين غار. دا تشوفين هذا المربع الجميل اللي قدامك راح اكتب بيه اي شيء اريده ويتحول الكتابة اللي كتبتها الى صوت ينحكي. راح اكتب علي شاكر هو ملك اليوتيوب العراقي. اصنع. علي شاكر هو ملك اليوتيوب العراقي. عندك طريقة عمل البيض بالطماطة. نضع قليلا من الملح مع قليلا من الزيت ونخلط نخلط 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 نخلط. تعال نسمع. نضع قليلا من الملح مع قليلا من الزيت ونخلط نخلط 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 ونطفي الطباخة. وداعا للغيرة حج للدغار. طبعا الذكاء الاصطناعي يقدر يسوي لك اي صوت انت تريده. يعني مثلا شوفوا اليوم راح احكي بصوت ترامب. شوف الذكاء الاصطناعي ايش راح يسوي. راح اسجل صوتي
وراح يتحول صوتي الى صوت ترامب. هلو شباب، اني دونالد ترامب، تعلمت اللهجة العراقية على ايد الاستاذ علي شاكر ملك اليوتيوب العراقي، واني كلش سعيد بهاي التجربة، ويمكن راح افتح قناة على اليوتيوب، واحب اقول لك سيمك بيدك ما حد يفيدك. هسه حاليا قاعد يحول لنا الصوت من صوتي الى صوت ترامب. هلو شباب، اني دونالد ترامب، تعلمت اللهجة العراقية على ايد الاستاذ. ثواني بدي احمل. هلو شباب، اني دونالد ترامب، تعلمت اللهجة العراقية على ايد الاستاذ علي شاكر ملك اليوتيوب العراقي، وانا كلش سعيد بهاي التجربة، ويمكن راح افتح قناة على اليوتيوب، واحب اقول لك سيمك بيدك ما حد يفيدك. كمان مالك، شنو هالابداع، شنو هالابداع. تلاحظ؟ والحلو تقدر تضيف له اي صوت يعجبك. يعني مثلا راح احط له صوت من الفيديو مالتي، يعني راح احول صوتي بالفيديو الى صوت دونالد ترامب. ثواني راح ابهرك بهره غير. شوفوا شباب، هذا الفيديو مالتي، اسمع. دائما اصدقائي يقولوا لي علاوي ليش ما تلعب حديد؟ خلونا نغير الصوت هذا الى صوت ترامب. دائما اصدقائي يقولوا لي علاوي ليش ما تلعب حديد؟ علاوي ليش ما تروح للجيم؟ علاوي اريد اشوف عندك عضلات، وانا اقول لهم العضلات الحقيقيه هي عضلات المخ. نعم، عضلات المخ. تعال خلي غير صوتي الى صوت بنيه. اوكي هسه صار صوتي صوت بنيه. اسمع. دائما اصدقائي يقولوا لي علاوي ليش ما تلعب حديد؟ عديد. علاوي ليش ما تروح للجيم؟ تروح. علاوي اريد اشوف عندك عضلات، وانا اقول لهم العضلات الحقيقيه هي عضلات المخ. نعم، عضلات المخ هي عضلات المخ. نعم، عضلات المخ. لازم تقوي عضلات مخك قبل عضلات عقلك. قبل عضلات عقلك. يا اخي هذا الذكاء الاصطناعي غير كل شيء تقدر تسوي بيه شباب. دائما اصدقائي يقولوا لي علاوي ليش ما تلعب حديد؟ ايه علاوي ليش ما تروح للجيم؟ علاوي اريد اشوف عندك عضلات، وانا اقول لهم العضلات الحقيقيه هي عضلات المخ. نعم، عضلات المخ. لازم تقوي عضلات مخك قبل عضلات. تقوي عضلات مخك. قوي عضلات مخك قبل عضلات عقلك. صوت البنية احلى. اسمع. قبل عضلات عقلك. فهذا هو الذكاء الاصطناعي، وهذا مبدئيا واصل لهالمرحلة. بالمستقبل ما نعرف لي وين راح يوصل. فانت عزيزي المشاهد اريدك تعبر لي عن رأيك. فانتوا شو تشوفون؟ هل هذا التطور راح يفيد البشرية لو راح يسوي العكس؟ لا تنسون تكتبوا لي تعليقاتكم وتعطوني رأيكم بكل صراحة، وحاول انه تفكر للبعيد. شوف شنو نتائج هذا التطور، وهل التطور اللي احنا واصلين له هو تطور صحيح لو راح يجي يوم نقول يا ريتنا ما تطورنا. فاشوفكم بفيديو جديد. باي باي. سيمش بيدش ما حد يفيدك. انت لا تقوم منها خصة حقه.